السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تالتة اعدادي، عاملين يا رب تكونوا بخير. معاك مستر احمد عبد الفتاح، والنهاردة ان شاء الله هنراجع مع بعض مراجعة جميلة جدا على فرع حساب المثلثات اللي هما الدرسين حساب المثلثات. يعني الفيديو بتاع النهاردة هيراجع لك على حساب المثلثات. لو انت عندك امتحان حساب مثلثات او انت بتراجع المنهج، فالفيديو ده خاص بفرع حساب المثلثات. تعال نبدأ مع بعض. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل اللي احنا بنعمله ان شاء الله. نبدأ مع بعض كده ونشوف أول سؤال معانا. بيقول اختر الإجابة الصحيحة إذا كانت ظ س زائد 10 بيساوي جذر 3 حيث س قياس زاوية حد. أنا المفروض حافظ إن ظ كام بيساوي جذر 3 في اللي أنا حافظهم. المفروض ظ 60. حلو خالص، يعني ظ 60 بجذر 3. طيب يبقى أنا هنا المفروض يا بطل عارف إن دي كده ب60، ده اهي الجزء ده كده ب60 اللي هو السين زائد 10 المفروض يساوي 60. هتودي ده بعكس الإشارة، يبقى السين هتساوي 60 ناقص 10 50. يبقى قيمة السين هتبقى كام؟ 50. قيمة السين هتبقى 50، يبقى السين تساوي 50 درجة. السؤال التاني بيقول لي إذا كان 2 ج س بيساوي ظ س حيث س زاوية حادة فإن السين تساوي كام؟ لو انت بصيت معايا كده، 2 ج س بيساوي ظ س، ايه اللي نحطه مكان السين هنا بحيث الطرفين يكونوا متساويين؟ تعال نجرب 30. 2 جا 30، هو جا 30 بكام؟ بنص، يبقى 2 في نص. انا بجرب معاك اهو، 2 في نص ده هتروح مع دي فاضل واحد. لكن ما نحط هنا ظا 30 واحد على جذر 3، يبقى اذا كده ده مش هتنفع. يبقى 30 كده مش هتنفع معايا، يبقى دي خلاص كده. نحط جا 45، يبقى 2 في، لو حطينا 45 هنا جا 45 واحد على جذر 2، وهنا ظا 45 بواحد، فطبعا الطرف ده عمره ما هيساوي الطرف ده، يبقى طبعا برضو دي خلاص مش هتنفع. 60 جا 60، جا 60 جذر 3 على 2، يبقى 2 في جذر 3 على 2. هتشيل دي مع دي يفضل لك جذر 3. حلو. وظا 60 بكام؟ ظا 60 بجذر 3. يبقى ده بيساوي ده، ده بيساوي ده، يبقى هما الاتنين كده اصبحوا متساويين في حالة ان السين بكام؟ في حالة ان السين ب60 درجة. وصلنا لرقم 3. بيقول جا 30 زائد جا 60 بيساوي كام؟ جا 30 بنص زائد جا 60 بنص. انت لو حسبت كده نص زائد نص هيدينا واحد صحيح، يبقى الإجابة هنا هتكون واحد صحيح. طيب ده سؤال سهل رقم 3 ده، هو بس كل الحكاية تكون حافظ جا 30 بكام وجا 60 بكام. هنا بقى بيقول لي إذا كان جا 70 بيساوي جا 2 س حيث 2 س قياس زاوية حادة فإن السين تساوي كام؟ بص يا بطل، شايف طالما الجا تساوي الجتا، فيبقى الزاوية اللي هي 70 دي والزاوية الاتنين س هما الاتنين مع بعض كده، هما الاتنين مع بعض كده 90. تمام، فدي 70، يبقى الاتنين س دي المفروض تساوي كام؟ المفروض تساوي 20. يعني هما تاني، دي 70 المفروض دي 20، عشان 70 و20 زاويتان متمتان هما الاتنين مع بعض كده 90 درجة. فأنا وصلت كده إن 2 س دي بيساوي 20. طب 2 س بيساوي 20 نقسم على الاتنين على الاتنين، يبقى أنا وصلت كده إن السين الواحدة بكام؟ ب10. يبقى قيمة السين هنا هتساوي 10 اللي هي دي. السؤال اللي بعده بيقولك إذا كان جا 30 بيساوي جتا ه حيث ه قياس زاوية حادة فإن ه تساوي نقط. أنا معايا هنا جا 30 تساوي جتا ه، طبعا زي ما قلنا جا بيساوي جتا، يبقى زاويتين دول زاويتان متتمتان. عشان تعرف الهاء تعمل ايه؟ تقول 90 ناقص كده، عشان تعرف الهاء ديت هتقول 90 ناقص 30. 90 ناقص 30 يديني كام؟ 60. يبقى معنى ذلك الزاوية دي 30، يبقى دي المتممة بتاعتها 60. يبقى زاوية هاء هتكون بكام يا جماعة؟ هتكون ب60 درجة. ده كده السؤال الأولاني، ودول من أهم الأسئلة اللي بتتكرر في الامتحانات السابقة. يعني أنا مختار الأسئلة دي من الامتحانات السابقة، فركز كويس جدا على الأسئلة ديت لأنها مهمة مهمة مهمة. وصلنا للسؤال التاني، أسئلة مقالية بداية من السؤال التاني، ورقم ألف فيه بيقول س ص ع مثلث قائم الزاوية فيه عين. هنرسم يا جماعة مثلث قائم زي ده كده، بس الزاوية قائمة عين. ركز بقى كده، وهنا س وهنا ص. فيه س ع 7 سنتي، وفيه س ص 25 سنتي.
ده المثلث بتاعنا اللي هنشتغل عليه. طيب اوجد قيمة ظا س اللي هي الزاوية ديت في ظا ص اللي هي الزاوية دي. طبعا قبل ما نبدأ لازم نقول من نظرية فيثاغورس. ليه يا مستر؟ لان في ضلع ناقص، فنقول هنا من نظرية فيثاغورس علشان نطلع لك الضلع اللي ناقص، اللي ده 25 وده 7 اللي هو ده. فبنعمل حاجة بسيطة، نقول نجذر ونربع. نعمل جذر وتحت الجذر هيبقى فيه تربيع. ده الوتر موجود لو ب25، طالما الوتر موجود هنطرح 25 ناقص 7 تربيع. تروح تنفذها لي في الآلة بثواني هتطلع معاك. هتجيب الآلة كده وتعمل هنا جذر وتقول 25 تربيع ناقص 7 تربيع، تعمل يساوي مرة واحدة تطلع معانا 24. يبقى طلع كده 24 سنتي. يبقى الضلع ده 24 سنتي. كده انا اضلاع المثلث كلها كاملة اقدر اشتغل بيها مفيش مشكلة. طيب انا عاوز ظا س في ظا ص. ظا س، السين اهي، الظا بيساوي المقابل على المجاور، المقابل على المجاور، يعني 24 على 7 في ظا ص. زود صدى، الظا بيساوي المقابل على المجاور، المقابل على المجاور، يعني 7 على 24. الموضوع بقى سهل اهو. شيل 7 مع 7، 24 مع 24، هيطلع الناتج في الاخر 1. يبقى ظا س في ظا ص هيكون الناتج معايا 1 صحيح. طيب رقم باء معانا هنا بيقول لي بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة س. وهنا بيقول لي 2 جا س بيساوي جا 30 جا 60 زائد جا 30 جا 60. طيب تعال نبدأ كده واحدة واحدة. عاوزين نطلع قيمة السين دي، فنقول هنا 2 جا س هيساوي الجا 30. انت حافظ طبعا الجا 30 بنص والجا 60 بنص، زائد الجاتا 30 جذر 3 على 2 والجا 60 جذر 3 على 2. طيب يبقى 2 جا س يساوي نص في نص، 1 في 1 بواحد، 2 في 2 ب4، زائد جذر 3 في جذر 3 ب3 و2 في 2 ب4. يبقى 2 جا س هيساوي ربع زائد 3/4 1. نقسم على الاتنين هنا ونقسم على الاتنين هنا، فدول يروحوا مع بعض. يبقى الجا س بيساوي نص. الجا س بيساوي ايه؟ نص. انت المفروض تكون حافظ ان السين هنا هتبقى ب30 لان الجا 30 بنص. لو انت مش حافظ هتعمل ايه؟ هتيجي بالآلة هتعمل الخطوات اللي اقولك عليها دي. هتعمل شيفت اهوت، وبعدين ساين، وبعدين نص، يفضل تقفل القوس، وبعدين تعمل يساوي، تطلع معاك 30. لو انت مش حافظ ان الجا 30 بتساوي نص، فانت عاوز تعرف السين، والسين دي زاوية، وعشان تعرف الزاوية لازم تستخدم مفتاح الشيفت. يبقى شيفت ساين نص يساوي، تطلع معاك 30. وصلنا بقى للسؤال الثالث وفيه نقطتين اتنين ألف وباء. وأول نقطة بيقول لي اثبت أن جتا 60 تساوي 2 جتا تربيع 30 ناقص ظا 45. مثال زي ده يا جماعة بيبقى فيه طرفين، الطرف الأيمن، طالما اثبت أن في الرياضة يبقى عندنا طرفين، الطرف الأيمن والطرف الأيسر. الطرف الأيمن هنا جتا 60، فأقول له جتا 60 يساوي جتا 60 بنص. يبقى أنا عرفت كده إن الطرف الأيمن بكام؟ بنص. نخش على الطرف الأيسر. الطرف الأيسر تعال نحسبوه مع بعض كده ونشوف هيطلع بكام. 2 في جتا 30 جذر 3 على 2 الكل تربيع ناقص ظا 45، يعني 2 في دي كده تربيعها 3 على 4 ناقص 1. فلو جيت تختصرها كده هتطلع في الآخر بنص. يا مستر أنا ما بعرفش أختصر وحالتي ما يعلم بقى إلا ربنا، فبتعمل إيه بقى طالما أنت حالتك كده صعبة؟ هتجيب الآلة وتكتب كده 2 في 3 على 4 ناقص 1 يساوي، تطلع معايا نص. يبقى أنا ده كل ده مش محتاج إن أنا أفكر فيه، بالآلة هطلع كل ده كده. طيب يبقى أنت في الآخر أنت كده طلعت له إن الطرف الأيمن ده بنص والطرف الأيسر ده بنص. يبقى تقول له هنا بقى الإثبات، إذا الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر أو الطرفان متساويان. تمام.
تعال نخش على السؤال التاني معايا، وده رقم باء في السؤال التالت. بيقول ايه بقى هنا؟ بيقول لي اذا كانت جا تربيع 45 بيساوي جتا هاء وظا 30، اوجد قيمة هاء او اوجد قياس زاوية هاء حيث هاء زاوية حد. بص احنا هنمشي مع المسألة واحدة واحدة. جا 45 بكام؟ بواحد على جذر 2. طب دي جا تربيع، يبقى واحد على جذر 2 تربيع يساوي جتا هاء بننزلها زي ما هي في ظا 30. الظا 30 ديت بواحد على جذر 3. تعال نشتغل كده ونشوف دي تطلع بكام. دي هتطلع بنص، هتساوي جتا هاء في واحد على جذر 3. طب انا عاوز اوصل لجتا هاء، هتعمل ايه؟ بص هتضرب الطرفين في مقلوب دي عشان تتخلص منها. يعني هضرب هنا في جذر 3 على 1 واضرب هنا في جذر 3 على 1، فدول هيروحوا مع بعض، يفضل لي جتا هاء يساوي دول لو ضربنا جذر 3 في 1 بجذر 3، 1 في 2 ب2، يبقى جتا هاء بجذر 3 على 2. يبقى الهاء بس بكام؟ بص لا اما تكون حافظها الجتا كام بجذر 3 على 2 وهي زاوية 30. طب انا مش حافظها، عاوز اعرف هاء ديت، تروح للآلة الحاسبة وهتعمل هنا شيفت. اهم حاجة شيفت، لان الشيفت ده بنجيب الزاوية كوزاين، وتعمل علامة البسط والمقام وتكتب جذر 3 على 2 وتعمل يا بطل يساوي وتطلع معاك 30. يبقى انا معنى ذلك ان انا الزاوية بتاعتي اللي هي الهاء ديت عرفت ان هي كام؟ 30. وصلنا يا جماعة للسؤال الرابع اللي هنا رقم ألف فيه. بيقول في الشكل المقابل ألف باء جيم د مستطيل فيه ألف باء 15 وألف جيم 25، أوجد قياس زاوية ألف جيم باء. لو أنت بصيت كده الزاوية دي ألف جيم باء، الزاوية ديت متوفر ليها المقابل ومتوفر فيها الوتر. يعني أنا أقدر أستخدم جا زاوية ألف جيم باء. ليه هستخدم الجا؟ لان معايا المقابل ومعايا الوتر اللي هي 15 على 25. 15 على 25، فانا هاجي بالآلة هنا واقول لك شيفت ساين 15 على 25. تمام، هيدينا قياس زاوية دي زاوية ألف جيم باء. طب تعال نعمل بالآلة كده ونشوف الدنيا اهي. تعمل شيفت ساين 15 على 25 يساوي، اضغط على الاس دي يبقى 36 و52 وكم بقى؟ 36 درجة. ركز بقى معايا، 36 درجة ماشي و52 دقيقة. شايف ال11 دي الستة هتديها واحد تبقى 12، يبقى 12 ثانية بالشكل ده كده. تمام، تعالى بقى نشوف رقم 2. رقم اتنين عايز ايه؟ رقم 2 عايز مني هنا مساحة المستطيل ده. مساحة المستطيل الطول اللي هو ده في العرض. شايف المثلث ده كده؟ المثلث ده انا اقدر اشتغل منه واجيب نظرية فيثاغورس كده منه كده، من نظرية فيثاغورس اجيب الضلع ده. فنقول في المثلث ألف باء جيم، احنا حددنا له الموضوع اهو. هنقول هنا من نظرية فيثاغورس. حلو، ايه اللي انا هعمله بقى؟ هقول لك هنا باء جيم يساوي جذر، ونحسب الوتر تربيع نربع بقى ناقص 15 تربيع. وطبعا انا معايا الآلة الحاسبة بتاعتي، فاعمل جذر 25 تربيع ناقص 15 تربيع يساوي، هيطلع معايا كام؟ يطلع معايا 20. يبقى هنا 20 يبقى 20. طيب مساحة المستطيل بتساوي ايه؟ مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. الطول في العرض. طب انا عندي الطول 20 في العرض 15. 15 في 20 ب300 سنتيمتر مربع او وحدة مربعة. دي المساحة. طبعا المثال ده من اهم الامثلة اللي هتقابلك في المراجعات، سواء مراجعة على حساب مثلثات بس او مراجعة على المنهج ككل. مثال محترم، مثال مهم متكرر في كذا محافظة، كمان موجود في كتاب المدرسة، موجود في نماذج كتاب المدرسة. فانا صممت ان اجيبه لك في المراجعة دي عشان تستفاد منه.
دي كان اخر سؤال معانا في المراجعة بتاعتنا السريعة ديت. اتمنى تكون فادتك في فرع حساب المثلثات. متنساش اشتراك في القناة، اشتراك في القناة، اشتراك في القناة، ولايك لكل فيديو علشان يوصلك كل مراجعاتي ان شاء الله الفترة اللي جاية. مع السلامة.